سراقة سرقوها مني. سراقة. سواء كنتم من عشاق المخبوزات أو حتى كنتم بتدوروا على وصفة لفطار خفيف أو حتى بدكم نقراشات مع كاسة شاي العصرية، هاي الوصفة أنا متأكدة إنها حتأسركم. وعشان ما أطول عليكم بالطريقة اليوم، العجينة أكيد حضرناها مع بعض في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو الميني بيتزا مربعات. إذا كنتم ما حضرتوا الفيديو حترك لكم إياه فوق في علامة الآي. العجينة الكلية هان أنا قسمتها لنصين، وكل نص بدي أعمله ل10 قطع. أكيد الحجم بتحاولوا إنكم تزبطوه، يعني الحبة اللي بتكون شوي كبيرة بدكم تاخدوا منها وتضيفوها على حجم أصغر عشان تزبطوهم. وأكيد هان بيكون عينكم ميزانكم، أو إذا فيكي إنك تستخدمي ميزان فهذا الإشي بيرجع لك. هعملهم كلهم على شكل كور وأتركهم على جنب مغطيين زي ما حكينا. هان عندي أنا 10 قطع. رشة من الطحين وحبدأ أفرد أول قطعة عملناها. كل ما بنسيبها ترتاح بتفرد معنا بكل سهولة وأريحية، يعني بدنا نسيبها من 3 ل5 دقايق بس عشان ترتاح، مش أكتر من هيك. حفردها بحجم رغيف العيش البلدي. أنا هنا فردت 5 قطع وسبتهم على جنب، وحبدأ هالحين أشكل فيهم. باخد أول قطعة وعشان تكون معنا على شكل طبقات زي الكولاج. بالعادة هم للكولاج بيستخدموا السمنة، لكن احنا هان بدنا نستخدم زيت الزيتون البلدي. بضيف مسحة أو دهنة من زيت الزيتون وبعد هيك عليها رشة من الزعتر البلدي الفلسطيني. بكرر الطبقات وبحاول أخليهم فوق بعض مرتبين، وكل قطعة بدهنها بالزيت ورشة الزعتر، كلهم ما عدا آخر طبقة، يعني آخر قطعة الخامسة بخليها سادة، وأكيد عشان نقدر نشكلها. اوعوا تروحوا بعيد، خليكم هان عشان تشوفوا كيف طريقة التشكيل بالنهاية. هنا حبيت اني ارقها شوية عشان اقدر الفها، وانتوا اذا حابين انكم تكتروا طبقات اكيد فيكم تزيدوا الطبقات، لكن انا بالنسبة لي كانت هيك جدا مناسبة، وبتكون سهل انها تكون مستوية والطعم اكيد بيكون لذيذ. بعد ما كبرتها شوي مش كتير زي ما انتوا شايفين، حبدأ هالحين اقطعها. أول إشي بقطعها لنص وبعد هيك لأرباع، وكل ربع لنصين، يعني صار عندي 8 قطع من المثلثات. ولو وصلتوا لهان ما تنسوا اللايك، لأنه اللايك بيدعم قناتي وبيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. شايفين الطبقات أبدا ما بتلزق بعضها، لأنه الزيت هنا مادة عازلة بين كل طبقة والتانية. طريقة التشكيل كررتها هيني معاكم أكتر من مرة لأنها سهلة جدا مش صعبة أبدا. ما رح نلفها كذا لفة، هي بس لفة واحدة. بدنا ناخد كل الطرف ونحطه لتحت هيك عشان ما يطلع معانا عند الخبز، وهيك زي ما هي واضحة معاكم. هيك بناخد الشكل واضح بعد الخبز، لكن لو لفيناها كذا لفة فوق بعضها ما حيكون معانا الشكل مرتب. بعد هيك برصها بصينية مدهونة بزيت أو حتى لو فيها ورق زبدة، وحدهن وجهها بصفار بيضة. ولو حابين انكم تاخدوا لون احلى اكيد بدكم تضيفوا شوية من القهوة، بتعطيها لون اغمق واحلى. وراح نحكي شوي عن الفرن. الفرن اكيد بده يكون حامي على درجة حرارة 200، حتاخد معانا من 7 ل10 دقايق. اول ما بتتحمرت معانا من تحت بتكون هيك استوت، لكن لو ما تحمرت معنا من فوق اكيد بدكم تحمروها حسب نوع فرنكم. وهيك بسم الله ما شاء الله صارت معانا جاهزة. ما تتخيلوا ريحة البيت من الزعتر ولا الشكل. انتوا احكموا عليه واحكوا لي رأيكم في التعليقات. شايفين الطبقات؟ الشكل لحاله بيحكي عن الطعم. انا هيك بكون خلصت معاكم الفيديو، بتمنى انه يكون عجبكم. اكيد لا تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة. إلكم مني احلى تحية من قناتي امان لاحلى الوصفات. صحة وعافية.